محمد إمام بيتميز بخفة دمه العالية بالرغم من إنه دخل الوسط الفني عن طريق والده عادل إمام، إلا إنه أثبت نفسه جدا. وفي الحلقة دي هقول لكم على أفضل 5 مسلسلات لمحمد إمام، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وتدعمونا باشتراك عشان نكمل في السلسلة دي. في المركز الأول مسلسل لمع القط. المسلسل ده يعتبر أول بطولة مطلقة لمحمد إمام، والمسلسل ده أنا بعشقه على المستوى الشخصي، وهو بيتكلم عن إن لمع القط اللي هو محمد إمام بيتخطف ويلاقي نفسه مخطوف مع أطفال، ومش بس كده، الناس اللي خاطفينه بيلبسوه قضية إن هو اللي خطف الأطفال، وبيهرب منهم ويبدأ يحاول ينقذ العيال المخطوفة ويثبت براءته. في المركز التاني مسلسل هوجن، والمسلسل ده أداء محمد إمام فيه كان حلو جدا بس مش أحلى من لمع القط. وهو بيتكلم عن إن هوجن اللي هو محمد إمام بيكون شخص قوي جدا ولكن طيب قوي، وبيبدأ يخش في تجارب زي الخيانة أو استغلال قوته. في المركز التالت مسلسل النمر، والمسلسل ده رغم إنه حلو لكن مش أحسن حاجة لمحمد إمام، وأنا شايف إن في كذا ممثل لو اتبدل كان المسلسل هيكون أفضل بكتير، زي مثلا هنا الزاهد أو محمد رياض. والمسلسل بيتكلم على إن النمر اللي هو محمد إمام أبوه مات وهو صغير بسبب إخواته، وهو بيقرر ينتقم عشان. المركز الرابع هيكون من نصيب مسلسل فرقة ناجي عطا الله، والمسلسل ده أنا بحبه جدا مش بس عشان في عادل إمام أو محمد، لأ، ولكن عشان هو مدروس، وكمان الفكرة اللي فيه كانت حلوة جدا، وزي ما احنا عارفين أموالهم غنيمة لنا. في المركز الخامس والأخير مسلسل كوبرا، وهو عبارة عن 15 حلقة وأحدث مسلسل لمحمد إمام، وهو بيتكلم عن الشخصية الرئيسية وهو كوبرا اللي هو محمد إمام، بيكون شغال في تصليح العربيات ولكن برضه بيكون حرامي، بس للأسف بيتمسك وبيخش السجن قبل ما ياخد فلوس السرقة، وبعد ما بيخرج بيروح للراجل اللي كان مشغله وبيقول له يديله فلوسه ولكن مش بيوافق، وبيقول له يعمل عملية كمان وهيديله فلوسه كلها، بس كوبرا بيكون ناوي يتوب بس بيقرر يعملها ويتوب بعديها، وبعد ما بيخلص بيقرر يقتل المعلم شيخون اللي هو الراجل اللي مشغله. ويعني بنعرف في الاخر انه طلع بشخصيه كبداكي اللي كانت في مسلسل دلع البنات. والفكره بتاعت المسلسل حلوه بس من وجهه نظري مستوى الكوميديا عند محمد امام بقى قليل قوي. وبس كده كنا قدمت لكم افضل 5 مسلسلات لمحمد امام. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان نشوفوا حلقات كتيره من دي. تقولوا في التعليقات حابين الحلقات الجايه تكون عن ايه. سلام.